السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. يا مساء الخير. الله يخليك. انا سمعت بقى عن المعدية وسمعت انها فكرة جديدة في السويس، فيا ريت تدينا ايه فكرة عنها. شرفنا. الله يخليك. بس انا سمعت عنها انها حاجات كويسة. اتفضل. عندنا كتب هنا للبيع وللاستعارة. للبيع هنا الكتب بتزيد يعني من أسعار من جنيه ل 25 جنيه، حوالي من جنيه مصري لحد 5 جنيه و10 جنيه 25 جنيه، ما تزيدش عن $2.5 بس. الكتب كتب في منها جزء مستعمل، الأسعار كلها الفكرة إن الناس تقرا بس مش أكتر. يعني شايف ان فيها السمسمية السمسمية ده خط أحمد عايد، ده أحمد عايد ده هنا سويسي. أحمد عايد من أفضل 100 شاعر في الوطن العربي. سويسي وحصل على جايزة كان أحسن 100 شاعر في الوطن العربي، وهو اللي كاتب ده خط إيده وهو بيعلم عندنا هنا خط يعني تعلموا خط عندكم هنا في بيعلم ورش خط وسمسمية ومزيكا جيتار وكمان وحاجات كروشيه الأشغال اليدوية والأشغال اليدوية والحديد والكلام ده. أنا شايف في لوح. ده جاليري كده بسيط للناس السوايسة وغير سوايسة حابين يعرضوا لوحاتهم. يعني هو لو مفيش انت عارف اماكن المعارض عشان يعرضوا معرض جاي كده اسعارها غاليه، فاحنا مخصصين مكان ليهم ان هم حابين اي حد عايز يعرض اي حاجه يتفضل الحته بتاعته. علاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. ازيك يا عم مكي؟ ازيك يا حاج مكي؟ الله يبارك فيك. الاربع كتب دول سوايسة شباب ولا شباب. كريم انور نص احمر لسه من قيمه اسبوعين عرضهم، لسه النهارده كان عنده حفل توقيع عندنا هنا. حفيد المعز دكتور محمد تهامي، محمد ايوب شارع 017 صديقا كان عنده تجربه قبل كده في كتاب اسمه خلف النضاره السوداء. وفي عروسه مارونيت شاعر برضه سويسي اسمه محمود جمال. يعني الشباب ابتدت الاربعه دول سوايس. دي اول مره تحصل يعني. بقالها كتير ما حصلتش. كمعرض للبيع. ده للبيع وده الجيتار اللي اتعمل بقى عليه الورشه بتاعت الجيتار. محتفظين انتوا بقى بتلفزيون ابيض واسود ده نرجع ايام زمان. كويس. ده نرجع ايام زمان. نعمل هنا عاملين مسابقه شطرنج قريب ان شاء الله باذن الله. كويس. الكتب بقى دي مش معمولة مع بعض. الكتب دي للاستعاره، حد حابب يقرا، هو الكتب كلها تعتبر الاستعاره في المكان. حابب يجي يقرا كتاب مفيش مشاكل، هو بس اهم حاجه يقرا. حابب ياخده البيت مفيش مشاكل ان الكتب دي يقراها ويرجعها تاني. حاولنا نعمل ده الدخله دي ونفكرهم بالناس العظماء اللي اثروا فينا واثروا في جيلنا وقبل جيلنا. انا شايف قراء وفنانين الناس دي كلها اثرت، وادباء وناس وصل الكفاح مانديلا وعمر المختار. وشايف كمان فناننا الجميل اسماعيل ياسين السويسي، كابتن غزالي. كابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس. يو ار ذا نيكست. ده عشان لو حد لما يجي يتفرج على ده، يتفرج على الصور دي، انت مكانك هنا، انت التاني، لو انت ممكن تبقى هنا. طب مش بعيد. نجيب صورة بعد كده بقى. بقول حضرتك بصيت هنا بص ملاقي. انا بوستهم. ده بقى طيب الأسعار. تشرب حاجة عشان تدفع لجوه. طب كويس. حاجة بسيطة شباب حلوة يعني.
هنا في قول عايز تعرف حاجه هنا؟ نشوف كده ده اهو. هنا ده مكان عباره عن ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الحته دي عاملينها عشان اي حد حابب يعبر عن نفسه باي كلمه او حاجه يكتبها علينا او يكتبها للبلد يكتبها طب يا ريت الاقي ورقه وقلم. طبعا دي اتفضل. أنا شاهد كمال مكي مصور هشام سمير والبيبي سي. نضيفها بقى هنا عندكم ممكن؟ اتفضل. هنا بنحاول نعمل ايفنت كل اسبوع. الايفنت ده ندوه شعريه، حفله توقيع، فرقه سويسيه او من بره السويس، في غياب ثقافي في السويس. فبنحاول على قد ما نقدر نعمل ده، نجيب الناس اللي من بره تعرض هنا ونحاول نجيب الناس اللي من هنا تعرض بره. طب سؤال، طبعا دي حاجه خاصه يعني ما فيش اي تدخل للدوله فيها. الحمد لله احنا بقالنا 3 سنين. ايوه 3 سنين شقيانين مع الدوله. احنا محافظه قدمنا مشروع، قلنا لهم مفيش مشاكل، ادونا حته ارض نأجرها، مش عايزين اي حاجه ان احنا نأجرها. في افكار في دماغنا كتبناها على الورقه وقدمناها لهم. كان حلمنا نطلع 50 طفل في الشوارع، يطلع مش يبقاش طفل شوارع، يبقى بيعرف يقرا وبيعرف يكتب وبيعرف انت عارف المجتمعات بتتبني في 25 يناير كان عيش حريه عداله اجتماعيه، حاولنا ما عرفناش نعمله في الشارع وما عرفناش نجيبه بالشارع والانتخابات الى اخره. الناس ماتت والشباب ماتت اصحابنا، فاللي هو عايزين نرد لهم الجميل مش اكتر، ان هم عملوا حاجه. احنا بنحاول نعلم الناس اللي مش اللي غايبه عليهم ده. التعليم حدث ولا حرج، الثقافه حدث ولا حرج. لكن هي الفكره انتوا بقى كشباب مع بعضيكم قدرتوا تأجروا المكان ده امكانياتكم انتوا المحدوده. عايز اقول لحضرتك احنا من اول ما ابتدينا لحد ما خلصنا مفيش صنايعي دخل مكان. انتوا اللي عملتوا كل حاجه، الديكوريتنج وانتوا اللي عملتوا كل حاجه كل حاجه. بس احمد منير اللي بيض، مصطفى سعيد اللي عمل المكتبه اللي بره، نوران اللي عملت الصاروخ ده هي وعملت الشجره دي، كل حاجه. الاضاءه اسماعيل، كلها جهود ذاتيه، كلها من مصاريف يعني مصاريفنا. ربنا يوفقك ان شاء الله. انا الشاهد كمال مكي من السويس، من ملتقى المعديه للشباب وللفنون والادب، ومصورنا هشام سمير.